السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناة البازل السياسي، أرجو من السادة المشتركين إن هم يشيروا الفيديو ويدوسوا لايك وسبسكرايب، وعلى غير المشتركين إن هم يشتركوا في القناة. النهاردة هنتكلم على أذرع إيران في المنطقة العربية، وسبب أو أسباب عدم تدخل أو دخول جماعة الحوثي ودولة اليمن في الحرب الإيرانية، وتأثيرها إيه لو ابتدت جماعة الحوثي تخش في الحرب الدايرة دلوقتي، ومدى العجب في إن دولة إيران تنضرب الضربات الأمريكية والإسرائيلية المكثفة دي، وجماعة الحوثي لغاية دلوقتي ما تتدخلش في الحرب دي، مع إن جماعة الحوثي هي أكبر أذرع إيران في المنطقة كلها، في المنطقة العربية، وأقواها. بس قبل ما نتكلم في الموضوع ده هنتكلم على لمحة حصلت اليوم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالطائرة الرئاسية وراح زار دولة الإمارات وبعد كده دولة قطر. طبعا ده بيدل على مدى قوة الدولة المصرية، لأن في ناس كتير من المؤثرين والصحفيين العرب اللي بيتهموا مصر إن هي غير فاعلة، او ان مصر ما بتساندش العرب، او ما عملتش اي تحرك رسمي في ايقاف الحرب او في مساعدة الدول العربية على التغلب على الظرف الحالي. اظن ان مفيش رئيس جمهورية في العالم كله يقدر ان هو يروح دولة بتقصف والصواريخ بتنهار عليها في ال 24 ساعة 24 ساعة، إلا دولة مصر ورئيس مصر. وده يدل على مدى قوة الدولة المصرية ومدى قوة وثقة الرئيس السيسي إن مفيش أي طرف من الأطراف المتحاربة والمتنازعة هيقدر إن هو هيطلق طلقة واحدة، لأن رئيس جمهورية مصر العربية في الأجواء. ده بيدل على مدى قوة الدولة المصرية ومدى قوة رئيس الدولة المصرية السيد عبد الفتاح السيسي، ومدى شجاعته. النهاردة أنا لما الطيارة المصرية، الطيارة الرئاسية المصرية تطلع في الأجواء، وكل الأسلحة وكل الدفاعات الجوية وكل الصواريخ الإيرانية تسكت أو تصمت، ويحصل حاجة أشبه بوقف إطلاق نار مؤقت لوجود طائرة رجل مهم وقوي في المنطقة زي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحصل زي هدنة غير معلنة علشان وجود الطائرة المصرية في الأجواء. يعني لو حضراتكم بصيتوا أو حاولتوا تفكروا شوية، الموضوع ده موضوع معقد جدا، إن في طيارة رئاسية تخش أجواء دولة في حالة حرب، وتلتزم دولة إسرائيل بعدم إطلاق النار، وعدم طبعا الطائرات الإسرائيلية والأمريكية بتحوم في المنطقة طوال الوقت، وعدم إطلاق الدفاعات الأرضية بالنسبة للدول الخارجية أو الدول العربية النار وإنها اتربطت، وعدم إطلاق إيران وهو الطرف الأهم لأي صواريخ أو مقذوفات أو مسيرات مما يهدد الطائرة الرئاسية المصرية. وده يدل على مدى احترام ومدى قوة الدولة المصرية ومدى وطبعا أمريكا نفس الحكاية، برضو ما أطلقتش أي طلقة، وده يدل على مدى قوة الدولة المصرية ومدى احترام العالم ومدى احترام الأطراف المتنازعة حتى للدولة المصرية. وده مدعاة للفخر، وكمان في نفس الوقت هو يعتبر دليل دامغ على مساعدة مصر للدول العربية اللي كانوا بيسألوا هي مصر فين. أظن إن مفيش دولة أو رئيس دولة عربية كانت أو شمال أفريقية قدر إن هو يطلع بطيارته ويروح لغاية دولة الإمارات أو دولة قطر وهي في حالة الحرب مع إيران، وينزل بالطيارة ويقعد، وبعد كده يطلع من الدولة دي للدولة اللي بعدها اللي برضه في حالة الحرب، واللي قريبة جدا من الحدود الإيرانية لأنها موجودة على الخليج العربي،
واللي بتضرب ليل نهار بالصواريخ الإيرانية. وتلتزم دولة إيران بأنها ما تطلقش أي مقذوف، ويلتزم كل الأطراف المتنازعة بعدم إطلاق أي صواريخ أو مسيرات، احتراما وإجلالا لرئيس الدولة الكبيرة العظمى اللي هي مصر. دي نقطة. النقطة التانية، احنا أصلا الحلقة هنتكلم فيها النهاردة على أذرع إيران في المنطقة، ومدى تأثير أذرع إيران في الحرب الدايرة بين دولة إيران وإسرائيل وأمريكا والدول العربية. كان من المتوقع أن دولة اليمن وجماعة الحوثي تساند دولة إيران، لأن دولة اليمن أو جماعة الحوثي هو أهم وأقوى حلفاء وأذرع إيران في المنطقة. فإزاي دولة زي كده أو جماعة زي جماعة الحوثي تحصل حرب بقالها دلوقتي أكتر من 20 يوم على دولة إيران، وتتلقى إيران ضربات قوية من إسرائيل ومن أمريكا، وإيران حتى تضرب الدول العربية وتضرب إسرائيل، وتسبب خسائر فادحة للقوات الأمريكية. ولغاية دلوقتي جماعة وقفلت مضيق هرمز، ولغاية دلوقتي جماعة الحوثي لم تتدخل في الحرب. ده ممكن يكون تحليله حاجة من اتنين. الحاجة الأولانية إن تكون إيران، وده أنا مش مرقحه، إن تكون إيران مسيطرة تماما على مجرى الأمور ومش محتاجة مساعدة من أي من أذرعها في الحرب دي، وبتأجل مساعدة حلفائها لمستوى تاني من مستويات الحرب في حالة إذا طلت الحرب، وفي حالة إذا كان القوة الإيرانية أو إذا بدأت القوة الإيرانية في الداخل الإيراني إنها تضعف، ويبقى في زي لاعب احتياطي موجود يقدر إن هو يكمل الحرب ويسبب خسائر للقوات الأمريكية والقوات الإسرائيلية، علشان ما يجيش وقت على إيران تبقى مفيش في إيديها كارت تلعب بيه. دي نقطة واحتمالية وجايزة، بس الاحتمالية الأكبر إن الموضوع بتاع دولة اليمن أو جماعة الحوثي لم تتدخل في الحرب لهدف تاني خالص. اللي أتخيله إن في غير إن الموضوع إن ممكن إيران إن ذخيرتها تنفذ أو إنها ما تقدرش تكمل في الحرب، فيبقى في لاعب احتياطي موجود تقدر إن هي تنزل بيه وتقدر إن هي تعمل بيه تأثير ويكون هو ما استهلكش في الحرب دي. وغير كمان إنها بعض القيادات الإيرانية من المعتقد إنها تكون هربت لليمن علشان ما يتمش تصفيتها. وطبعا دولة أمريكا وإسرائيل من المستحيل إن هم يضربوا اليمن في حالة الحرب مع إيران، لأنهم هيفتحوا جبهة تانية وهيأثروا على هم مش قادرين أصلا يقفلوا جبهة إيران، ومش هيقدروا إن هم يفتحوا جبهة تانية علشان ما يأثروش على خطوط التجارة العالمية. ومضيق باب المندب كمان يبقى اتقفل، ويبقى مضيق هرمز اتقفل ومضيق باب المندب اتقفل، فيبقوا بيوصلوا العالم لحالة أو حافة الانهيار. والقوة الأمريكية والإسرائيلية لن تستطيع أن هي تكمل في الحرب مع دولة اليمن أو مع جماعة الحوثي، لأن جماعة الحوثي ما هياش جماعة ضعيفة، ولو فتحوا جبهة الحوثي فهم كده بيوسعوا دايرة الحرب اللي هم أصلا عايزين يلموها وعاوزين يبتدوا ان هم يلاقوا طريقة يوقفوا بيها او يقلصوا بيها العمليات العسكرية. فما ينفعش ان هم يفتحوا ويوسعوا عملياتهم العسكرية في دولة إيران في دولة اليمن. انما بقى الفكرة التانية وهي الاكثر منطقية، ان ايران سايبة جماعة الحوثي علشان خاطر في أهداف معينة، وفي اتفاق ضمني بين حتى القوات المتقاتلة بين أمريكا وإيران
دولة إسرائيل إن في خطوط حمر في الحرب. وده يبان ليكوا قوي إن دونالد ترامب في الغالب بيتكلم مع دولة إسرائيل أو بيكلم العالم: أنا مش هضرب مصافي النفط اللي في إيران مثلا، أنا مش ههاجم المنشآت البترولية، أنا مش ههاجم أماكن معينة في إيران، مش ههاجم منشآت الطاقة. مش ده كله كلام اتفاق ضمني بين الدولة الأمريكية وبين إيران وبين إسرائيل على عدم مهاجمة أماكن أو مراكز حساسة معينة. ولو حصل ان امريكا ابتدت تضرب او اسرائيل ابتدت تضرب الاماكن دي، فهتبتدي ايران تستخدم الكارت بتاعها اللي هي شايلاه على جنب واللي بتهدد بيه الامريكان والصهاينه، وبكده تبقى العمليه تعقدت اكبر، وبكده محدش هيعرف مين هينتصر في الحرب. وفي الغالب ان ايران ممكن تنتصر في الحرب دي، لان لو جماعه الحوثي دخلوا الحرب وهم لغايه دلوقتي لسه بيحتفظوا بقوتهم، فهيبقوا عامل مؤثر وهيأثروا على التجارة العالمية وهيقفلوا مضيق باب المندب، وهيبتدوا ان هم يأثروا كمان على الوجود الصهيوني في دولة إسرائيل. لأن النهاردة الجماعة بتوع حزب الله اللي هو أحد أذرع إيران لما تدخلوا في الحرب دي مع إسرائيل، فهم أو مع إيران ضد إسرائيل، فهم أوجعوها وكانوا عامل قوة بالنسبة للدولة الإيرانية في مهاجمة دولة إسرائيل. لأن حضراتكم طبعا بتتابعوا أخبار وهتعرفوا أو عارفين إن حزب الله أطلق صواريخ على دولة إسرائيل، ولا زال يطلق صواريخ على دولة إسرائيل، فعامل عملية تشتيت للدفاعات الإسرائيلية، مما يؤدي إلى تسهيل مهمة الصواريخ الإيرانية الأكثر فتكا في إنها تهرب من الدفاعات الأرضية الإسرائيلية وتوصل للعمق الإسرائيلي وتحقق الهدف بتاعها. فمش من مصلحة إسرائيل ولا أمريكا دخول اليمن أو جماعة الحوثي الحرب، ولذلك في اتفاق ضمني غير معلن بين الدول دي بأن في خطوط حمر معينة لا يجوز اجتيازها، ولذلك إيران لغاية دلوقتي ما بتحركش كارت اليمن إلا إذا تجاوزت أمريكا وإسرائيل الخطوط الحمر دي، فتبتدي إيران تحرك جماعة الحوثي. ده التصور بتاعي لعدم تحريك أحد أذرع إيران المهمة والقوية في المنطقة في الحرب اللي هي مفروض حرب وجودية بالنسبة لإيران. هو فقط سايب دولة اليمن ككارت أخير علشان خاطر يقدر يردع أمريكا وإسرائيل من انهم يهاجموه في اماكن معينه او يهاجموا منشآت معينه، ان كانت منشآت بتروليه او منشآت نوويه معينه او منشآت تصنيع صواريخ معينه، تقدر ان هي تعطل او تؤلم ايران كثيرا. ولذلك هو عاملها زي سلاح ردع. جماعه الحوثي بيتعامل معهم كأنهم سلاح ردع للدولة الأمريكية وللدولة الصهيونية إسرائيل، علشان خاطر ما يتجاوزوش خطوط معينة حمراء. وده الأكثر تقبلا عندي لموضوع عدم تدخل جماعة الحوثي في الحرب دي. عموما، هل الحرب دي مطولة ولا الحرب دي مش مطولة؟ هو في آراء كتير. في ناس بتقول إن أمريكا طبعا ما تقدرش إن هي تطول في الحرب دي أكتر من كده، الاقتصاد الأمريكي ما يقدرش إن هو يتحمل تبعات الحرب دي. أمريكا بتخسر كل يوم أكتر من مليار دولار في حربها على إيران، زائد إن مخزون الصواريخ والمعدات الأمريكية والإسرائيلية ابتدى إن هو ينفذ لعدم جاهزية الدول دي، مع أنها هي الدول المهاجمة لحرب طويلة مع إيران. وده من اعتقاد الدول دي ان كانت ايران هتقدر او كانت امريكا مع اسرائيل هيقدروا ان هم يقضوا على النظام الايراني ويقضوا على القدرات العسكرية الايرانية او الصاروخية الايرانية في غضون اسبوع بالكتير. فلما طولت الحرب ابتدت الحكاية تبقى اكثر صعوبة، وابتدى الامريكان يحسوا ان هم شوية تهوروا
في عملية حربهم مع دولة إيران. فموضوع إن الحرب دي تطول بالنسبة للجانب الأمريكي، هو في بعض التحاليل السياسية هو موضوع مرفوض. أمريكا بتدور إزاي إن هي تخرج بأسلوب ذكي من الحرب دي، وتقول إن أنا حققت أهدافي من الحرب، مع إن أهدافها ما اتحققتش. وأكبر دليل على كده إن إسرائيل طلعت تقول وأمريكا وراها إن إيران لن تستطيع امتلاك القنبلة النووية، وإحنا قضينا على القدرات النووية الإيرانية تماما. فيما معناه مع إنهم هم ما ضربوش أي أو ما حققوش أي هدف من الأهداف اللي هم بيقولوا إحنا حققناها، فيما معناه إن هم بيوجدوا مبرر لإنهاء الحرب، إن إحنا خلاص حققنا الهدف، ومع إن الهدف ما تحققش. ده فقط لأنهم لقوا إن العملية هتطول أكتر من اللازم، وهم ما كانوش مستعدين لفترة طويلة زي كده. وده ناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية اللي سحبت من المخازن الأمريكية مخزون كبير من السلاح، وأضعفت شوية الاقتصاد الأمريكي واستهلكت المصانع الأمريكية والمخزون الأمريكي من الأسلحة. عموما دي رؤية من الرؤى اللي موجودة على الساحة. في رؤية تانية بتقول لا، هو الموضوع مطول شوية، لأن إيران لن تستجيب زي المرة اللي فاتت في سنة 2025 في الحرب بتاعت حرب ال 12 يوم اللي دارت بين أمريكا أو دارت بين إسرائيل وإيران، وفي النهاية تدخلت أمريكا عشان توقف الحرب بعملية كرتونية اللي هي العملية بتاعت ضرب المفاعلات النووية الإيرانية، اللي لم تؤدي إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني، مع إن أمريكا أعلنت ده. وجايين النهاردة وبيقولوا إحنا عاوزين نضرب البرنامج النووي. طب ما أنت أنهيت البرنامج النووي في الضربة الأولانية في سنة 2025. ده على حد كلام الأمريكان، إلا إن الأمريكان كذابين، بيقولوا كلام والحقيقة في حتة تانية خالص. فما تصدقوش الإعلام الأمريكي والسياسيين الأمريكان، في الغالب هم بيكذبوا. ولو أمريكا قالت أنا انتصرت، ما تصدقوش، لأن لو كانت أمريكا ما بتكذبش، طب هي قالت في البداية في سنة 2025 في حرب ال 12 يوم إن أنا ضربت القدرات الإيرانية، والنهاردة اللي بترجع تاني تتكلم في بداية حرب فبراير 26 إن أنا داخلة علشان أقضي على القدرات النووية الإيرانية والقدرات الصاروخية الإيرانية. طب إزاي وإنت كنت قضيت عليها أصلا؟ عموما فالحرب الإيرانية دلوقتي بالنسبة برضو رؤية سياسية معينة، هي حرب طويلة الأمد، حرب استنزاف. وروسيا والصين بيحاولوا ان هم يستنزفوا القوات الأمريكية في دولة إيران بأنهم يطولوا الحرب دي علشان خاطر أمريكا تضعف أكتر وأكتر، وعلشان خاطر اللقاء الأمريكي الصيني يبقى أسهل على دولة الصين. فدولة الصين بتحاول تستنزف أمريكا عسكريا علشان أولا تطول أو تبعد موعد الحرب الأمريكية الصينية، لأن عمر أمريكا ما تخش تحارب الصين إلا إذا كانت جاهزة تماما. فلو كانت أمريكا فقدت مخزونات من الذخيرة في حربها مع إيران، فبالتالي الفترة الزمنية أو الميعاد اللي كانت محددها أمريكا لنفسها في أنها تشتبك أو هتكون جاهزة للاشتباك مع الصين هيتأخر على ما تجهز أمريكا وتبتدي تفكر إن هي تشتبك مع الصين. وفي الحالة دي هتكون الصين بقت جاهزة تماما واكتملت كل الخطط الصينية، وفي الحالة دي تبقى الصين متأهبة تماما للرد على الدولة الأمريكية والسيطرة على مقادير الأمور. يعني يبقى في سيناريوهين ضد بعض، سيناريو طول الحرب وده اللي عايزه الصين وروسيا، وطبعا روسيا معروف ان هي عايزة تطول الحرب علشان برضو تستنزف الأمريكان علشان ما يقدروش يساعدوا الأوروبيين ويساعدوا الأوكران، وتقدر روسيا برضو ان هي تسيطر على المنطقة دي، وتقدر روسيا في حالة إذا تورطت في الحرب أكتر وأكتر مع
الأوروبيين، يبقى حلف الناتو الأوروبي اللي هو أكبر داعم ليه أو أكبر مشارك فيه دولة أمريكا، مشغولة في حربها مع إيران، فاستحالة إنها تروح تدافع عن أوروبا وتسيب الحرب بتاعتها مع إيران اللي هي فتحتها ومش قادرة تقفلها، واللي بتهدد وجود بنتها الصغيرة اللي اسمها إسرائيل في المنطقة. فبالطبيعي إنها تكون أمريكا مشتتة. ده زائد إن الصين في الحالة دي هتبقى مبسوطة جدا، لأن هتبقى أمريكا في الحالة دي مشتتة في إيران، وفي نفس الوقت مشتتة مع الجبهة الروسية في أوروبا. يبقى الصين تعمل اللي هي عايزاه، وفي الحالة دي ممكن الصين إن هي تخش تايوان، وأمريكا استحالة إن هي هتقف أمام الصين في الوقت ده، وهتبقى الصين انتصرت بدون ما تواجه أمريكا. فمن منع عين الصين إن أمريكا تغلط الغلطة دي. وأمريكا في البداية كانت بتفكر بأسلوب مختلف، ودلوقتي ابتدت تتضح أمامهم بعض الأمور اللي تدل على إن أنت بتستنزف، وإن روسيا والصين بيحاولوا يستنزفوك في حربك مع إيران علشان خاطر يقدروا يسيطروا عليك بعد كده لو حصلت مواجهة مباشرة معاك، ويقدروا ان هم يتعاملوا معاك عسكريا، ويقدروا ان هم ينتصروا عليك، لانك انت اضعفت نفسك بنفسك. نفس السيناريو اللي حصل مثلا مع دولة زي مصر ايام حرب 67 لما انهكت نفسها بحروب اليمن، وبعد كده راحت تحارب اسرائيل، فكانت الدولة المصرية منهكة فخسرت الحرب. نفس الكلام بالنسبة للأمريكان. أنت النهاردة لما تحارب على أكتر من جبهة، فأنت بتشتت قوتك وبتضعف الدولة اقتصاديا وعسكريا، فيبقى من السهل على الدول الأخرى زي الصين وروسيا إن هم يقدروا إن هم يتعاملوا معاك عسكريا ويهزموك. عموما أنا حبيت النهاردة بس أبين الصورة، لأن في ناس من المتابعين، ناس كتير من متابعيني كانوا بيسألوني ليه اليمن لغاية دلوقتي ما دخلتش الحرب. وكنت برضو عاوز أتكلم بالنسبة للموضوع بتاع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن في الإخوة العرب اللي كانوا بيتهموا مصر بالجبن ويتهموا مصر إن هي مش واقفة جنب العرب. أنا عايز أسألهم سؤال واحد دلوقتي: دولة مين من الدول العربية رئيسها توجه إلى دولة قطر ودولة الإمارات في توقيت ضربهم أو في توقيت حربهم مع إيران؟ ولو كان في حد توجه إليهم فياريت يعلموني ويقولوا لي مين اللي توجه ليهم من رؤساء دول عربية أو غير عربية مؤازرة ليهم في حالة الحرب اللي هم فيها، وراح لهم بالطيارة ونزل في مطارهم ومفيش صاروخ ولا طلقة ضربت على الدولة دي طول ما رئيسها أو طول ما الرئيس المصري كان جواها. وشكرا جزيلا، وأرجو من حضراتكم أن انتوا تشيروا الفيديو وتدوسوا لايك وسبسكرايب، وعلى غير المشتركين أن هم يشتركوا. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.